النقطة الأولى اللي اتكلمنا فيها بتاع الكهرباء، قلنا إن ما ينفعش كهرباء يبدأ من البداية في ماتش زي ده، وده مش تقليل من كهرباء، بالعكس كهرباء نجم الشباك في النادي الأهلي، واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر بالنسبة للجزء الهجومي، وعامل فوارق كبيرة جدا جدا على المستوى الهجومي بالنسبة للنادي الأهلي. لكن احتياجات المباراة كانت محتاجة لعيب عنده باور ولعيب عنده طاقة يقدر يعمل ضغط عالي على فريق الوداد مع حسين الشحات ومع بيرسي تاو، مع الاثنين بتوع نص الملعب سواء حمدي فتحي او اليو ديانج، عشان الكلام ده يقدر ان هو يريحك بشكل كبير ومن بدري. لكن للاسف الراجل لعب بكهربا من البدايه، وانا شايف وجهه نظري ان هو حرق كهربا بدري. لو كان ساب كهربا ونزل كهربا الشوط الثاني في ظل المساحات اللي اتوجدت اثناء نزول بقى قفشه ونزول احمد عبد القادر ونزول محمد شريف وعمرو السوليه، كان يقدر كهربا يصنع الفارق بشكل افضل من كده بكتير. والجزئيه الثانيه برضو اللي اتكلمنا عليها وكان فيها تخوف شويه، قلنا ان ما ينفعش الراجل ينزل يلعب اللقاء اول 45 دقيقه ويبقى عنده تحفظ وتراجع كبير على المستوى الدفاعي بالشكل ده، وده للاسف اللي حصل الشوط الاولاني. النادي الاهلي كان بيلعب بالمنظر ده بالظبط، فبالتالي ده عمل ضغط بدري على النادي الاهلي، وخلى فريق الوداد يركب الجيم اول 45 دقيقه ويفضل بيلاعب النادي الاهلي في الجزئيه دي. وبالتالي هم فرق الكوره بيعرفوا ينقلوا الكوره بشكل كويس جدا، وبيعرفوا ان هم يستغلوا الاخطاء اللي هيقع فيها النادي الاهلي. وبالفعل النادي الاهلي وقع في بعض الاخطاء اللي بدات ان هي تخلق كرات ثابته لفريق الوداد، ودي من اهم واميز الاسلحه بتاعتهم، وقدروا من خلالها ان هم يسجلوا هدف.